في قديم الزمان كان هناك شاب يدعى إياد، عاش في قرية صغيرة تحيط بها غابة كثيفة وغامضة. كانت الغابة مليئة بالأسرار والأساطير، ويقال إن هناك كنزا مسحورا مدفونا في أعماقها، لكن أحدا لم يجرؤ على دخولها بسبب قصص الوحوش التي تحرس الكنز. ذات يوم وجد إياد خريطة قديمة مخبأة في صندوق خشبي قديم ورثه عن جده. كانت الخريطة تشير إلى مكان الكنز، فقرر أن يخوض المغامرة. جهز حقيبته ببعض الطعام والماء وانطلق مع شروق الشمس نحو الغابة. داخل الغابة كانت الأشجار ضخمة وأوراقها تحجب أشعة الشمس، مما جعل المكان يبدو كأنه ليل دائم. فجأة ظهر له ثعلب صغير يتحدث. قال الثعلب: إن أردت الوصول إلى الكنز عليك أن تجيب عن 3 أسئلة. وافق إياد بحماس، فسأله الثعلب السؤال الأول: ما هو الشيء الذي يمشي بلا أرجل؟ فكر إياد قليلا وأجاب: الظل. هز الثعلب رأسه بإعجاب وسأله السؤال الثاني: ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه زاد؟ أجاب إياد بثقة: الحفرة. ابتسم الثعلب وسأله السؤال الأخير: ما هو الشيء الذي لا يمكن رؤيته لكنه يحيا داخلك؟ بعد تفكير قال إياد: الأمل. اختفى الثعلب بعد أن قال: أنت جدير بالكنز. وتحركت الأرض تحت قدمي إياد لتظهر درجا حجريا يقود إلى كهف مضيء. دخل إياد ووجد صندوقا مملوءا بالجواهر والذهب، لكنه وجد أيضا كتابا ذهبيا كتب عليه: الحكمة هي أعظم كنز. عاد إياد إلى قريته ليس فقط بثروة مادية، بل بحكمة جعلته يساعد أهل قريته ويعرف بينهم كأذكى وأكرم رجل في التاريخ.